السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة. طريقة قياس الضغط على الجهاز الزئبقي. احنا قبل فترة نزلت مقطع فيديو وقياس الضغط على الجهاز الميل. طبعا هو نفس القياس ونفس المعلومات، بس الفرق انه هذا يشتغل ميل يعني تقيس عليه، وهذا تقيس عليه عداد زئبقي يوصل تقريبا ل 300، يعني يبدأ من الصفر ل 300 يبدأ عندك. طبعا هذا مخلي لك هنا شيشة بها يصعد الزئبق، هاي منها تفتحها وتقدر تطلع، بس كون لازم انت هذا سد الكاك مالته انه هيك ينفتح السده حتى لا يطلع الزئبق عندنا، وتفتحها وتطلع الشيشة الداخلية وتقدر تنظفها. يعني هاي مضبوبة قوية تقدر تنظفها حتى إذا مثلا وسخة نوبات ما يبين بيها يعني الزئبق من يصعد ما يبين، تصير سودة أكثر الأمراض. تقدر تفتحها زين تطلعها بهاي الطريقة. شوف هسه هنا اكو هذا سواد، يعني هاي شنو على مود تنظفها. تجيب اكو طبعا ويا الجهاز يعطوكم شلون الريشة خاصة تنظف بها الزئبق، إذا ماكو تقدر تحصلها من أي مبخر، هذا نعطوك إياها وترجعها بعد ما تنظفها وتثبتها وتدخلها عدل تنزل على مود الزئبق لا يطفح ويطلع على كيفك. زين شوف هسه قعدت وترجع هذا الكب مالتها. طبعا هذا يكون مثقوب شوية على مود الهواء من يصير يطلع الزئبق يطلع الهواء فراغ يخليه. هاي إذا تريد تنظفه يعني طريقته، النوبات هاي الشيشة تصير سودة فتقدر تنظفها حتى براحتك تشتغل عليها. نجي هسه نقيس الضغط بالطريقة مالته. هسه هذا باعتبار نقدر يعني نركبه، تقدر تركبه انت او اي مريض تركبه عليه. زين بعد ما تثبته زين وتجيب السماعة مالتك. طبعا انا اشرح على نفسي بس هو لازم يعني على المريض تخليها على منطقة المفصل بالضبط. اكو هنا مو مفصل، هنا الأوردة والشرايين يتلاقى يعني قريبات، فهنا راح تحصل انت طريقة الزئبق. وتبدي هنا تتبع وياي تفتح الكاك وتبدي تضغط هذا الكمام السدة وتبدي تضغط حتى يصعد الزئبق. طبعا هو الزئبق يبقى يتحرك الى ان هنا تنضب وتنفخ هاي التشوب اللي هنا راح يصعد عندك الزئبق. شوف هنا بدا يصعد الزئبق، شوف لاحظ بدا يصعد. هنا شنو اللي تريده لحد وين؟ يعني شوف القياس مالتك لازم تصعده مثلا لل 200 حسب عمر المريض. يعني شوف هسه هنا صار 200 عندنا، وتبدي تنزل. اذا سمعت دقات يعني انت على 200 وتسمع انه جاي يدق، تبدا ترفع الصعده بعد توصله 220 230. واذا شفت لا ماكو تبقى على كيفك تفتح الكاك تنزل به هذا على كيفك، تفتح خطوه صغيره صغيره حتى شنو تنتظر اول دقه تطلع عندك هنا باي رقم عداد. تنتظر اول دقه تطلع عندك يعني وين مثلا على 15 على 14 على 12 18، يعني انت شوف على يا رقم هي راح يدق عندك. زين تبقى تسمع دقات القلب وين يدقن يوقفن الى ان يوصل عندك رقم نهائي، يعني تشوفه وين النوب يعني من يدق هنا راح يبقى يدق 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 الى ان ينزل. اخر دقه تسمعها وين؟ هسه هنا اول دقه راح نسمعها هو الضغط العالي، يعني تحفظه يمك انت مثلا دق عندك خلينا نقول على 16، يعني هاي 160 نسميها 16 دق، فراح يبقى ينزل هو. تبقى الدقات تبقى مستمره مستمره الى ان يوصل مثلا خلينا نقول على 80 على 8 يعني نسميه انتهى. هنا صار عندك بعد ما يدق صار عندك الضغط الواطي اخر دقه، فصار 16 على 8 مثلا يعني كشي تقديري، او 12 هو الضغط الطبيعي 12 على 8 منتهي منه. اذا صعد واذا نزل فهو شيء مو طبيعي، يعني مثلا النوبات يصير 13 حسب العمر، اذا كبير كلش يعني باعتبار انه فرق السن بالعمر. زين فتبقى تنزله زين وترجع في الشيشة هذه تخلص منها. هنا ايش يبقى عندك؟ سجلت الضغط العالي والضغط الواطي وانتهى كل شيء. هنا ايش يراد لك؟
يراد لك انت من تسجل وتكمل. هذا يعني مو مثل الميل، هذا بيزابق، والزابق نوبات اذا ينقلب شوف يعني شنو الطريقه مالته. اذا ينقلب وين راح يجي منها ويطلع، ومن يطلع يصير نقص بالزابق الموجود هنا، يعني راح حتى لو يقرا لك غلط، لازم الكميه الموجوده هي الصحيحه. فانت لازم من تخلص السد الكاك حتى ما يطلع عندك، شوف ما يطلع بعد. يعني هاي لازم تنتبه للفقره. هلا وخر هاي حتى تبين عندك. ثاني شيء اكو نوبات من تنفخ يطلع عندك الزئبق متقطع، يعني فتحات فراغات بيه. شو تسوي انت؟ تفتح ايضا هذه واذا مسدوده تفتحها وتبقى هيك تميل بيه يمنى ويسرى الى ان يرجع هو يدخل للحوض كل الزئبق ويرجع يطلع يطفح من جديد مره ثانيه، وراح تقدر ايضا تشتغل عليه شغل طبيعي. هسه لهنا انتهينا من قياس ضغط الجهاز الزئبقي. يعني ما في شيء، هو ترى طبيعي نفس القياس. اذا هنا شوف هنا الرقم من الصفر لل 300، هنا من الصفر 300، هنا صفر 300، يعني عدك لل 300 نفس الوضعيه. هسه نعتبر هذا شوف نفس الوضعيه، يعني هماته تجي تسد الكاك وتنفخ تنتظر الى ان يعد عندك العداد ايش قد، وتبقى تنزل وانت حاط السماعه، وايضا تنتظر اول دقه ايش قد تحسبها، وثاني دقه ايضا لوين ما يوصل. يعني مثلا 12 على 8 حفظت انت ال 12 الضغط العالي زين، وال8 هو الضغط الواطي. صار عندك معلومه واضحه. نوبات اكو بعض المرضى عندهم يجي مختلف الضغط، مثلا ما يتساوي، مثلا خلينا نقول 16 على 7، يعني الضغط العالي صاعد والضغط الناصي يعني الواطي هم نازل. فانت بهاي الحاله تاخذ على شنو؟ تبقى تستقر. هذا يم الطبيب، لان الطبيب يحسب هنا ضربات القلب ايش قد، يجوز يسوي له تخطيط، يشوف عنده امراض سابقه بالقلب لا، لان هاي تعتمد يعني على ضربات القلب وتعتمد على البطين والاذين، فاكو مشاكل نوبات بالقلب، فهو هاي التحكم بها يم الطبيب، انت ما يخصك بها. طلع عندك مثلا 18 على 7 على 6، انت مالك دخل، انت عليك تكتب الرقم كممرض ايش قد طلع عندك الرقم الصحيح وتكتبه، مثلا 18 على 7 وتعطيه للطبيب، هو الطبيب اللي يقرر انه هذا الضغط صحيح. اما تقول لي لا خلي الجهاز ما له دخل، هاي هنا تعتمد على المريض، يعني شنو الحاله اللي بيه، مثلا عنده خفقان، عنده ضغط دم عالي، عنده مثلا جلطه ذابحه ما شنو، كلها هاي تاثر بالضغط. فهاي الطبيب يحسبها ويعرف انه الضغط هنا شنو استقراره، انت ما يخصك بيها. انت اللي عليك تكتب الرقم ايش قد الطبيعي والسجله اللي يطلع عندك بالقياس. نوبات اكو المريض مثلا النبض مالته ضعيف، كلش ضعيف، انت اثناء ما راح تلف يعني الشوب على ايده وتضغط، من تنزل تقدر تقيس منه النبض مالته. هنا اكو نبض، لان نفس النبضه اللي هنا تطلع هي تطلع هنا، يعني ايضا راح تنقطع عندك هنا النبضه، راح تبقى تنزل تسمع النبضه هنا من تشتغل، يعني هم تحسبها عليها. هي اخر تبقى عندك الضغط الواطي راح يصير عندك هنا، لانه باعتبار مستمر ما راح يختفي راسا، يبقى يستمر. فالضغط الواطي هنا تعطيه انت قياس، اذا تشوف نبضاته طبيعيه تقدر من يمك تنطي مثلا حاله استثنائيه، خلينا نقول 12 اذا طلع عندك يعني طبيعي تنطي 12 على 8، 12 على 7 ما ياثر، على 9 ما ياثر، يعني لا على 10 او اكثر ذيك الساعه انه ياثر، ولازم تدقق بها. طبعا مشكله الضغط هو يعانون منه بس اخواتنا الممرضات، لانه هي محجبه وشون تحط السماعه شويه تشلع قلبها، وخصوصا الجدد، يعني الجدد شويه يعانون من هاي المشكله. فلازم هو واحد يكون ثابت ويضبط الضغط حتى يعرف القياس شلون ينطي بصوره صحيحه. لهنا وانهي وياكم الحلقه، والتقي وياكم بحلقه ثانيه، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتدعمون القناه وسووا شير مشاركه للفيديو حتى يستفادوا منه اكثر عدد ممكن. واذا تحتاجون شيء سؤال بالتعليقات ينزل ان شاء الله اجاوبكم عليها، واعتذر عن التعليقات اللي ما لحق انه اعلق عليها لان ما اشوفها تعبر، ممكن انه يعيد التعليق مرة ثانية حتى اجاوب عليه اذا ممكن يحتاج جواب. لهنا انهي وياكم الحلقة، وان شاء الله التقي وياكم حلقة ثانية،
ومع السلامة.